مساء الخير على حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي. يا رب كده كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه جميله وسهله وتنفع وصفات اخر الشهر. انا رشا ودي قناتي، قناه اكلاتي من مطبخي. اول حاجه هنصلي على النبي، نقول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل وصفه اقتصاديه جدا جدا. يلا، ببصلايه، بثلاث طماطمات، بثلاث قرون فلفل، هنعمل وصفه لذيذه. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا عامله ازاي. هنحط مع البصلة متقطعة مكعبات كده اهو. انا عايزة لونها يصفر، عايزة بقى لونه كده يصفر زي كده. هنضيف بقى الفلفل، هنشوحه مع البصل كده بالفلفل. عايزة لون الفلفل يتغير بس. هنبدأ نجيب بقى الطماطم، انا مقطعاها مكعبات كده اهي. دول 4 طماطمات. هنحط طبعا الملح حسب الرغبة. نحط معلقة صغيرة ممسوحة بابريكا. نحط معلقة فلفل أسمر. هنحط بمقام معلقة كبيرة كده صلصة اللي هي المعلبة. نقلب كل ده مع بعض كده. اهو شايفين شكلها جميل جدا جدا. هنحط ربع كوباية مية اهو، وهنسيبها بقى ايه شوية كده، دقيقتين بالظبط. دي بطاطس انا محمراها مكعبات. انا عايزه اقول لكم الاكله دي اقتصاديه وجميله جدا، تتاكل اخر الشهر وتنفع فطار وغدا وعشاء وكل حاجه. جميله جدا جدا جدا. هنحط بقى ايه باقي البطاطس معايا. انا عايزه اقول لكم انها جميله جدا جدا جدا. بصوا استوى اهو، شايفين اهو تشرب الميه بتاعته كلها. عايزه اقول لكم الوصفه سهله جدا، ما بتاخدش وقت وسريعه وجميله واقتصاديه. كده معايا بقى 5 بيضات. انت حطي البيض عدد البيض اللي يعجبك، مسلوق وقطعان نصاص كده، وهنحطه بالشكل ده اهو. طبعا العدد البيض اللي يعجبك اعمليه اهو. هنرش رشه ملح كده على البيض اهو. رشه بقى فلفل اسمر كده، ورشه بقى كده من الزعتر اهو. انا عايزه اقول لكم بس ريحتها عامله ازاي، ريحتها رهيبه. هنرش بقى رشه موتزاريلا كده على الوش كده. انا عايزه لكم وصفه جميله جدا جدا وهتعجبكم جدا جدا. رشيت عليها ايه موتزاريلا بقى، وانا ايه اغطيها كده ونسيبها دقيقتين بالظبط. بصوا انا عايزه اوريكم الجمال ده. انا عايزه اوريكم بس الجمال ده. بصوا عامله ازاي، بصوا الشكل، بصوا بسم الله ما شاء الله. حاجه كده جميله جميله جميله. يا رب بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. اهم حاجه ما تنسوش باللايك والاشتراك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي.